يا جماعة ننزل ونزين زينة رمضان هاي السنة. مرحبا، كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتم عم بتشوفوا هذا الفيديو. كل عام وانتم بخير كمان مرة. طبعا هلا خليني نزين زينة رمضان. المهم هلا حابة اعمل هون جنب الكنب من هاي الزاوية، حابة اعمل زاوية كتير حلوة لشهر رمضان، بس مش عارفة كيف بدي اصور وانا لحالي، ومع الاسف احمد سابني وطلع، مع انه من الصبح احكي لي انا راح ازين معك زينة رمضان، بالاخر راح وتركني. المهم يا جماعة هلا خليني ازين زينة رمضان معكم، خليني اوريكم شو راح اعمل. يا جماعة هون خليني اشيل اول سجادة الصلاة هاي. طيب يا جماعة هون انا حابة اعمل زاوية، حاساها انا محتاجة اني اعمل زاوية تنور هاي المنطقة. فهون راح اشيل اول شي هاي الشجرة اللي كتير كيوت، اجتني هاي هدية من بنت خالي شجرة، خلينا نحطها هون مبدئيا. المهم فراح احط هاي السجادة اللي كتير كيوت، عن جد بتجنن ما شاء الله. عشانها كانت، خلينا بس هيك اعملها عشان كانت مضبوبة بالهاي هيك زبطة. المهم يا جماعة حطيت هاي السجادة الكيوت، وحابة ارجع الشجرة واحطها فوقها هون. شوفوا يا جماعة حطيت الشجرة هيك، عن جد كتير حلوة حسيت، بس بدنا نعمل كمان شوية تظبيطات. فانتم كمان شجعوني واحكولي شو رأيكم بالزاوية، فانا لسه مش عارفة كيف رح تكون شكلها. وهلا خليني اخد مثلا، شوفوا يا جماعة هدول اللي هم تعون تواب المخدات، رح اخد تواب المخدات هدول وراح لبسهم للي زي هيك، المخدات مثل هيك. فخلينا اخد تنتين ولبسهم الهن. المهم يا جماعة جبت هاي المخدة من مخدات الكنب، وراح اخد هاي كمان، راح البسهم لهدول التواب عشان راح احطهم في الزاوية برضه. فخليني البسهم الهن. معقول لا بفوتوا، والله مصيبة لو ما بفوتوا. صراحة يا جماعة شوي غلبتني وانا عم لبس فيها. شوفوا يا جماعة عن جد بتجنن رهيبة، كتير حلوة صارت صح؟ المهم كتير حبيت الصراحة. ضايل كمان هذا التوب، خليني لبسه وارجع لكم تاني لانه اخذ وقت معي. ملبسة التوينز اللي هم المخدتين، خليني اخدهم واوريكم وين راح احطهم. جماعة في هاي الزاوية راح احط هاي المخدة اللي كتير كيوت بهذا الشكل، وراح احط هاي كمان هون. حسيتهم انهم كتير حلوين. شوفوا يا جماعة ايش رأيكم؟ حسيتهم صراحة كتير حلوين وبجننوا. حاسة الزاوية عم تحلو اكتر، انتو شو رأيكم؟ وكمان المفرش تبعهم يا جماعة اللي هو هذا المفرش راح احطه على الطاولة هون.
بجنن. هلا خليني عن جد بجنن كتير. وشوفوا هاي يعني نفسي اصور لكم اياهم مع بعض. شوفوا يا جماعة، هون هذا المفرش وهناك مخداته. خلوني يا جماعة نطول هذا الفانوس. اوبس كسرنا الدنيا. المهم ناخد هذا الفانوس الرهيب ونحطه هون. فشو رأيكم؟ انا حاسة فكرة كتير حلوة بتجنن. حرفيا عجبتني الفكرة كتير، ما خطرتش على بالي. انا كنت هيك في مخيلتي حطاها، لكن على الطبيعة عن جد اجمل. حتى بالتصوير ما راح يبين مثل ما هو على الطبيعة. عن جد بجنن كتير وكتير حلو. وهلا خلينا نشوف شو ضايل كمان شغلات. هاي المضيفة لسه هون. في الضواو يا جماعة، هدول خليني اطلعهم. هدول الضواو حابة اني احطهم على هاي الشجرة ونزلهم هان على هاي الاماكن، يعمل زي يعني زي اضاءة كتير حلوة. يعني حتكون زاوية مرتبة حلوة كتير. فخليني اعملها، او ما بعرف اذا انا حقدر مش حقدر اصور يعني واعملها قدامكم، لاني عم صور لحالي انتم عارفين. فخليني اسويها وارجع لكم تاني اوريكم كيف طلعت. بهيك يا جماعة زينت هاي الزاوية. عن جد بتجنن كتير. شو اكيدها كتير حلوة. لسه الفانوس مش مضوي طبعا. فالمهم مبدئيا الزاوية هيك، وحطيت هاي الانارة، حبل الانارة على هاي الشجرة. هون فتحت هذا الصحن القمر ونجمة كتير كيوت. رح احطه هون. طبعا رح احط فيه تمر، ورح احط فيه شغلات مجففة. بس حاليا خلينا نروح نولع هاد الفحم البخور. المهم خليني روح ولعه وحط بهاي المبخرة علشان اعمل ريحة البيت، علشان تصير ريحة البيت كتير كيوت وحلوة. شو يا جماعة، هاي المفرش اللي انا حطيته وهكيات هديك الزاوية عجد كتير حلوة. طبعا راح اشيل كل شي والكركبة والشغلات اللي انا عملتها وروح ولع هذا البخور. يا جماعة عن جد رهيبة بتجنن. خلينا ننزل ونحطها تحت، لانها راح تعمل ريحة كتير طيبة وكتير حلوة. خلينا نحطها هون او نعكسها هيك. ريحة البخور هذا اللافندر عن جد رهيبة، بتجنن ريحته يا جماعة. بنصحكم فيه، هو وريحة العود رهيبين. هلا خليني احط المفرش. طبعا يا جماعة هي المفرش الصراحة بجنن، رهيب 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 عن جد بجنن. ما توقعتش يطلع بهاي الفخامة. لونه بجنن. شوفوا لونه مع الاوف وايت كتير حلو، بجنن كتير. راح ارجع البوم الصور تبعي. طبعا هذا البوم الصور يا جماعة عملته عند نداء الزريعي. حرفيا مصورة محترفة، إذا تروح يوم فرح هتروح عندها حرفيا، بنصحها. في كتير طبعا مصورات محترفات ما شاء الله. المهم وهاي السبحة يا جماعة كتير كيوت، أنا بحبها كتير. أجت لأحمد هدية من جوز أخته. صراحة أنا بستخدمها أكتر من أحمد، باخدها وبحب حطها على هاد الألبوم الصور. قطعتين تبعون هاي راح اجيب سله واوريكم كيف راح اعمل فيها او شو راح اعمل فيها. طبعا يا جماعه عندي هاي السله اللي كتير كيوت. راح احط فيها
المفرش هذا، المفرش هاد، فراح اعمله بطريقة كتير حلوة. خلينا نعمله هيك بهاي الشكل، وهيك نجيبه. فشو رأيكم انتم؟ انصحوني، بحب نصيحتكم كمان. شوفوا عن جد بجنن يا جماعة. لا والله كتير كيوت. لو احطه هان، بس شو راح احط فيها السلة مش عارفة. كنت حاطة فيها انا شغلات عناية ببشرتي وطلعتهم. شكلي راح اغير ديكور في البيت مش عارفة. المهم شوفوا يا جماعة عن جد بجنن كتير كتير كيوت. اللون الاوف وايت مع التوتي رهيب رهيب رهيب. السلام عليكم صديقي، بقولكم رمضان كريم عليكم. المهم يا جماعة حبيت، والله حبيت، حسيت تغيير كتير رهيب في اللون. خلينا نحطها هون مبدئيا جوا السلة، جوا السلة افضل. واقترحوا علي شو هحط شغلة جوا السلة، لان انا مش عارفة لسه. وعندي هاي القطعة كمان يا جماعة، عندي سلة تانية شكلي راح اخدها، يا اما بحطها جنبي على الكومودينا. المهم شو رأيكم بهذا الشكل؟ القرآن الكريم. فأنا عم فكر حطه هون، أو خلينا نقرب هاي شوية هون. شو رأيكم بهاي الفكرة يا جماعة؟ والله حلوة إنه أحط القرآن الكريم هون، بس هي طبعا ماضية في مكانها مش هون. فاحكوا لي شو أحط قدامه وشو أحط جنبه، اقترحوا علي، محتاجة يعني اقتراحاتكم. لا يا جماعة مش حكيت لكم انه حبل الانارة التاني مش عارفة شو راح زين فيه، بس لقيت الحال يا جماعة. هون هي هون انا شبكته، بس وين حبل الانارة رايح؟ هلا خليني اوريكم. شايفين الاضاءة مبينة من الشباك؟ المهم شوفوا يا جماعة، هاي حبل الانارة حطيته بهذا الشكل، وحطيت ورق الشجر كمان. اول شي حطيت ورق الشجر، بعدها حطيت حبل الانارة. عن جد بجنن على الحين.